فتة الكوارع المصرية، الدسم الصح والطعم اللي يدوب القلب. ريحة التقلية بالخل والثوم لوحدها كفيلة تفتح النفس وتجمع البيت كله على السفرة. ولو اتعملت صح هتطلع معاكي أحلى من بتاعة المحلات بكتير. المقادير: ذوق كوارع مقطع، ملح، فلفل أسود، بهارات، حبهان، ورق لورا، دقيق زائد ملح لغسل الكوارع، حوالي 10 فصوص توم كبار مهروسين، 2 بصل كبار مفرومين ناعم، عصير طماطم، 5 أرغفة عيش متقطع قطع صغيرة، 3 أكواب أرز أبيض مطبوخ، سمن زيت. طريقة التحضير: أول خطوة وأهم خطوة، لازم ننضف الكوارع كويس جدا علشان تطلع من غير أي زفارة. نغسل الكوارع بالمية كويس وبعدها نفركها بالدقيق والملح ونسيبها حوالي ربع ساعة. في حلة كبيرة فيها مية مغلية ننزل بالكوارع بعد غسلها كويس من الدقيق والملح. أول ما الريم يطلع نشيله أول بأول وبعدين نضيف البصل، الحبهان، ورق اللورا، الملح، الفلفل. نغطي الحلة ونوطي النار ونسيبها تستوي براحتها لحد ما تبقى طرية جدا. ولو المية قلت نزود شوية مية سخنة علشان الكوارع تفضل مغطية بالمية دايما. سر المهنة: ممكن تسلقي الكوارع نص فوا من الليلة اللي قبلها وتكملي التسوية تاني يوم، هتوفر وقت ومجهود جدا. تحضير العيش: نقطع العيش ونحمره في شوية سمن وزيت مع حبتين مستكة لحد ما ياخد لون ذهبي جميل، وبعدين نسقيه شوية من شوربة الكوارع السخنة. التقلية السحرية: في طاسة نحط شوية سمن وزيت ونشوح التوم المهروس لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف. نبعد الطاسة عن النار ونضيف الخل بحذر وبعدين نرجعها النار ونضيف عصير الطماطم. نتبل بالملح والفلفل والبهارات ونسيب الصلصة تتسبك بس ما تبقاش تقيلة قوي. ولو احتاجت نزود شوية من شوربة الكوارع علشان القوام يبقى مظبوط. التقديم: في طبق التقديم نحط العيش المحمص، ثم شوية من الصلصة، ثم الأرز الأبيض وفوقه باقي الصلصة، وفي الآخر نحط الكوارع على الوش أو تتقدم في طبق جنبها مع الشوربة. الطبق ده حرفيا قنبلة طعم ودفى وفخامة مصرية أصيلة. ما تنساش تصلي على الحبيب، اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.